السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي قناة أنا نيوز على اليوتيوب في فيديو جديد. نتمنى منكم دعمنا باللايك والاشتراك حتى تصلكم جميع الفيديوهات. البداية في أخبارنا لنهار اليوم مع التصريحات النارية التي أطلقها المدرب الجزائري نور الدين زكري، فضح من خلالها أطرافا كثيرة في محيط الكرة الجزائرية. وحل نور الدين زكري ضيفا على الزميل قادة بن عمار عبر قناة الشروق في برنامج كلام مباشر، وكان كلامه مباشرا وصريحا من خلال الإفصاح عن حقائق مجهولة وخطيرة. وقال مدرب الأخدود السعودي: سبق لي التصريح من قبل أنني مستعد لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، ومستعد لمنحكم الألقاب بهذا الزاشر الذي يملكه المنتخب، خاصة بعد استقدام لاعبين محترفين يلعبون في دوريات كبرى. وأضاف زكري: بعد فتح الترشيحات لتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني الجزائري، تلقيت ضمانات من مسؤولين وأشخاص مقربين يعرفون الكرة الجزائرية جيدا، طلبوا مني الترشح لقيادة المنتخب الوطني، وأكدوا لي أن ترشحي هذه المرة سيحظى بالموافقة، لأنه لا توجد أي سيرة ذاتية لمدربين آخرين أفضل من سيرتي وشهاداتي التي أمتلكها. وبالفعل قدمت ملف ترشحي عن طريق وكالة خاصة من الخارج تضم وكلاء جزائريين، ومن حسن الحظ أن الجماعة تنبهت لو أن الملف تم إيداعه يد بيد لربما يتم تهميشه، ثم يردون عليك بأنك لم تضع ملف ترشحك من الأساس، ولهذا قامت الشركة بإرسال ملفي عن طريق وصل استلام. وتابع زكري تصريحاته قائلا: لم أكتفي بهذا فقط، بل قمت بالاتصال برئيس الفاف وليد صادي بحكم الصداقة التي تجمعنا، وطلبت منه توضيحات حول ترشحي وكيف يتم تهميشي بهذه الكيفية، وكيف يصرحون أنه ولا مدرب جزائري قدم ترشحه لقيادة الخضر. وأوضح زكري أن جواب وليد صادي كان بالحرف الواحد: ملف ترشحك لم يصلني ولم أراه، مضيفا: بعدما أرسلت وصل استلام تقديم ملف ترشحي لرئيس الاتحادية صادي، وعدني بفتح تحقيق في الموضوع، ومن يومها لم يرد علي، ولست بحاجة الآن لأن يتصل بي ولا معرفة الحقيقة. كل ما يهم في الأمر أن نور الدين زكري قدم نفسه في الوقت لخدمة وطنه، لكنكم طردتموه، وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ. وختم زكري كلامه قائلا: من بين الشروط التي تم وضعها لتعيين مدرب جديد للخضر أن يكون يعرف القارة الإفريقية، فأخفقوا هنا. ومن بين الشروط أيضا أن يعرف لغة اللاعبين وهي الفرنسية، ولكنه لا يعرفها، حتى لغته الإيطالية لا يتكلمها جيدا، فأنا إيطالي وأعرف جيدا ماذا يقول. إذن كل هذه الأشياء غير متوفرة في شخص المدرب، فعلى أي أساس تم تعيينه لقيادة المنتخب الوطني في هذا الوقت العصيب؟ إنه الهروب لمدرب أجنبي وتحطيم كل ما هو جزائري، يقول المدرب نور الدين زكري. ما رأيكم في كلام زكري الخطير؟ شاركونا في التعليقات. إلى خبر آخر محزن ومؤسف في نفس الوقت، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الخميس أن اللاعب الدولي الجزائري الناشط في نادي ليل الفرنسي نبيل بن طالب يتجه لاعتزال ميادين كرة القدم، وذلك بسبب معاناة اللاعب من مشاكل صحية على مستوى القلب، والتي استدعت لنقله إلى مستشفى مدينة ليل الفرنسية بتاريخ 18 جوان الماضي. ووفقا لما ذكره موقع RMC سبورتس اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر بن طالب تعرض لأزمة قلبية ودخل في غيبوبة اصطناعية، وهو الأمر الذي تطلب وضع جهاز ضبط خفقات القلب، بالإضافة لخضوعه لتدليك عضلة القلب خلال فترة تواجده في المستشفى. وأوضح المصدر أن اللاعب نبيل بن طالب خضع لعملية جراحية ناجحة، وتم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب. وكشف ذات المصدر أن اللاعب بن طالب يجب عليه أن يعود لمنزله لأخذ قسط من الراحة، بعد ذلك يجب عليه أن يرسل ملفه الطبي إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقييم وضعية اللاعب وأخذ القرار المناسب بخصوص مستقبل اللاعب في ميادين كرة القدم. كما أكد موقع RMC سبورتس أن اعتزال اللاعب بن طالب بات أمر محتمل للغاية بعد العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب. وللإشارة، لا يزال نبيل بن طالب مرتبطا بعقد لغاية صيف 2026 مع ناديه ليل الفرنسي، والآن يجب عليه أن يتفاوض مع شركات التأمين لإيجاد حل يرضي اللاعب وناديه في حال تأكد اعتزاله الميادين. بالشفاء العاجل لنجمنا الجزائري نبيل بن طالب، والعودة لعائلته الصغيرة سالما معافى.
إلى خبر آخر، حيث فجرت جريدة توتو سبورت الإيطالية قنبلة موقوتة في بيت نادي ميلان عندما تحدثت عن صراع خفي بين لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر ومسؤولي هذا الفريق، حيث يعارض الأخير مقترح الملاك بتحويله إلى الدوري السعودي. وتريد إدارة ميلان بيع عقد إسماعيل بن ناصر إلى إحدى الفرق السعودية المهتمة بخدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وعلى رأسها بطل الدوري والكأس نادي الهلال، خاصة وأن العرض المالي لا يرفض يقارب 50 مليون يورو. ولو أن رأي اللاعب مغاير تماما، حيث يفضل إسماعيل بن ناصر الاستمرار في أوروبا، وهو ما جعله حسب ذات الصحيفة يدخل في صراع مع مسؤول الروسونيري الباحثين عن إنعاش خزينتهم بالأموال، بدليل موافقتهم أيضا على احتمال رحيل النجم البرتغالي لياو رغم رغبة اللاعب في المواصلة بأوروبا. وتعرض بن ناصر لإصابة قوية الموسم الماضي على مستوى أربطة الركبة أضاعت عليه فرصة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي كان مطلوبا بقوة من قطبي مانشستر. ولو أن بن ناصر يسعى جاهدا لاستعادة مستوياته السابقة التي جعلت منه واحدا من خيرة لاعبي الوسط في الكالتشيو. ويراهن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على خدمات إسماعيل بن ناصر في المرحلة المقبلة، حيث يمني النفس في استمراره مع نادي ميلان على أقل تقدير. إلى أخبار النجم الجزائري رياض محرز، الذي يبدو أنه مهتم أكثر من أي وقت مضى بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وتطرق موقع أفريكا فوت يونايتد إلى هذا الموضوع من خلال تقرير كشف فيه معطيات توحي بعودة النجم مانشستر سيتي السابق إلى البريمير ليج الموسم القادم. وجاء في التقرير أن قائد الخضر انتقل الصيف الماضي إلى نادي الأهلي السعودي مقابل مبلغ قدره 35 مليون يورو، وقدم موسما رائعا بإحصائيات ممتازة، 15 هدفا و13 تمريرة حاسمة. ومع ذلك يضيف التقرير أن رياض محرز لم يتكيف جيدا مع المحيط في السعودية، حيث وجدت زوجته وعائلته الصغيرة صعوبة بالغة في الاستقرار في جدة على الرغم من العيش كأمير، وهو ما لم يغب عن الصحف الإنجليزية التي تنبأت بعودة محرز إلى إنجلترا. وأضاف نفس المصدر أن بعودة ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز زادت رغبة جماهير الثعالب في رؤية مدللهم من جديد بقميص ليستر، حيث طلبوا من إدارة النادي بإعادة لاعب كرة القدم الجزائري الموهوب صاحب الكنترول العالمي. ومن جانبه أبدى محرز حنينه واشتياقه تجاه فريقه اللندني، وبعث برسائل مشفرة لمسؤولي ليستر من خلال نشر مقاطع فيديو له وهو يرتدي قميص ليستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمس فعلها محرز مجددا بنشر ستوري من أجمل فنياته بألوان الثعالب. وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم؟ هل يفعلها محرز حقا ويعود للدوري الإنجليزي؟ شاركونا في التعليق.